حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يلا يا حبيبتي، احنا النهارده معانا فيديو جامد جدا. مش قادره اقول لكم، معانا النهارده تفريزات رمضان. اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب، ولا فاقد ولا مفقود. يلا بقى نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. ومعانا مفاجأة في اخر الفيديو هتضرب نار. كملي الفيديو معايا للاخر وهيعجبك والله وهتستفادي. بصي، جبنا عدايه قوطه. بصراحه ربنا القوطه كانت زي الورد. بصوا حتى هي صبحه. تعرفي ان القوطه صبحه من ايه؟ من الورده بتاعتها اللي هي الخضراء اللي هي في قلب القطايه دي. طبعا جبنا ايه العدايه، نقضناها كلها وطلعت اللي انا هعمله وطلعت اللي انا هخليه في التلاجة من تحت. طبعا لازم تجهزي كل تفريزات رمضان كده يا حبيبه اختك عشان تبقى الحاجه تحت ايديكي وجاهزه وما تتعبيش. تمام. اي واحده كده لازم تعمل كده عشان ايه انتوا عارفين بقى وقت رمضان واليوم بيبقى ضيق، والواحد ما بيتحملش يعني. اليوم ما بيتحملش. فالمهم انا جيت جبت القوطه كلها زي ما انتم شايفينها، وغسلتها غسله بنت ناس، وقطعت العنش اللي فوق ده. يا جماعه الحته البيضاء اللي فوق دي لازم تقطعها لان فيها سميات جامده جدا. لازم تقطعها، ما تخليهاش في الطماطم. طبعا انا نضفت القوطه بتاعتي كلها وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين. وحطيتها طبعا دلوقتي هحطها في حلتين. ما يغركيش الحله كده مليانه، الحله دلوقتي هتنقص خالص، وهتبقى القوطه بس كمشت خالص ونزلت الميه اللي فيها كلها. وطبعا احنا هنشيل الميه دي عشان ما ينفعش نسيبها فيها، عشان الميه دي برضو مالحه وما ينفعش تساب في القوطه. تمام. كده حطيت القوطه بتاعتي على الولعه من غير اي اضافات. هي بس حطيت القوطه وهي كده كده نضحت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين. ما حطيتش عليها ميه خالص، هي جابت الميه اللي فيها. تمام. المهم بقى يا حبايبي، ربنا يبلغنا رمضان على خير يا رب، ولا فاقد ولا مفقود. وربنا يخليكم ولادكم ويجعلوا رمضان خير عليكم ويخليكم ليا. وحطي اللايك يا حبيبه اختك وحطيني في قلبك. بصي بقى، جبت الهند بلندر، جيت اضرب بيه القوطه. بصراحه لقيته ضعيف معايا ومش قادر يضربها. رحت جايبه الصرافه يا شهرزاد، هتقفي؟ لا طبعا مش هقف. رحت جايبه الخلاط ورحت عصره القوطه زي ما انتم شايفينها كلها. حطيت شفشه شفشه كده وغطي وفرمته وحطيتها في الحله زي ما انتم شايفين كده. هي من ضربت بقى بعد ما استوت وكده حطيتها في الحله، ونزلت على الحله بعد ما غليت حوالي نص ساعه او تلت ساعه. حطيت عليها 3 معالق بابريكا. تمام. بابريكا مدخنه يا حبيبه اختك. بصراحه البابريكا المدخنه دي بتدي كده نكهه كده للاكل جميله جدا. طبعا خلصت القوطه بتاعتي وسبتها بعد ما ضربتها بالهند بلندر، حطيتها على الولعه. قلت تاخد كمان تسبيكه كده ورحت جايبه بقى البسله بتاعته زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. مسكت البسله حلوه قوي قوي، جبتها كده من الزرعه من الارض. وقعدت بقى انا وولادي كده وفرشت بقى وقعدنا بصراحه تعبتنا والله، تعبتني جدا. بس طبعا خدتها زي ما انتم شايفين كده بقى وجبت الطباق البلاستيك دي واللي لها غطا دي، قلت هخزنها في الطباق السنه دي. طبعا ما بتحطيش معاها جزر ليه يا شهرزاد؟ لا ما بحطش جزر. انا بحب تجيبي الجزر فريش كده سواء شتاء او صيف. انا ممكن اخزن معاها الجزر عادي، ولو انت عايزه تخزني الجزر يا حبيبه اختك خزنيه. بس انا بصراحه بحب اجيبه كده فريش، اقطعه واحطه عليها اطلعها من الفريزر على الصلصه ومعاها الجزر على طول. اكون مقطعاه فريش. فانت عايزه تعمليها بالجزر عادي حطي، ما فيش مشكله. طبعا خزنت زي ما انتم شايفين. جبت العلب ومليت العلبه على قد الطبخه بتاعتي وخلصت. جبت بصراحه خدوا ال 10 كيلو بسله خدوا 5 علب. تمام. يعني الكيلو في علبه. وجبت القوطه زي ما انتم شايفين بقى. القوطه بتاعتنا بقى كانت جميله، بس بصراحه الكاميرا ظلمها والله. الكاميرا ظلمه اللون بتاع الطماطم. حبيبه قلبي بالله عليك استحلفتك بالله لو بتحب اختك وربنا يخليكي حطيني في قلبك وحطي لي اللايك. حطي لي لايك يا حبيبه اختك وحطي لي كومنت. ربنا يخلي لك ولادك كده وتشوفوهم احسن الناس وتروحي كده الحج وتزوري جبل عرفات. اللهم امين يا رب. حبايب قلبي ربنا يبلغنا رمضان على خير، وان شاء الله نبدا تفريزات مع بعض ان شاء الله باذن الله. احنا ابتدينا الاول بالصلصه والبسله، هنبدا تفريزات بعد كده كل يوم هنعمل صنف شكل. تمام. حبايب قلبي انا بقى دلوقتي بقول لكم اعملوا اللايك. ربنا يخليكم ليا ويسعدكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا اللايك وسبسكرايب. وربنا يخليكم لاختكم شهرزاد.